انا اقسم بالله مش شايف اي حاجه. والله استغفر الله العظيم طعمها وحش جدا. طب ايه ينفع اكل ولا انت بتقرمش قاعد تقرمش جنبي ولا مش هاكل يعني؟ السلام عليكم يا جدعان، ايه الدنيا الاكل بيمثل. النهارده عندنا مقارنه هتعمل مشاكل كتير بين المطاعم في قطر، لان هنروح لاشهر مطعمين بيعملوا نفس الحاجه وهو بلبن وقشطه وحليب، وهنجرب حاجات منهم مختلفه بس على المغمض. فانا هغمي عيني والشباب هنا هيدوني شويه حاجات اجربها، وهشوف هقيمهم على حسب انهي واحد احسن فيهم. وطبعا اي تشابه بين السلسله دي وسلسله واكل ما شافش حاجه بتاعت عمرو الشريف فهو مقصوده الصراحه. فهنبدا، هنجيب الحاجه دلوقتي ويلا بينا. دلوقتي معايا الغميضه دي ولا مش عارف اسمها ايه، هنحطها على عيني وهم هيبداوا يدوني الحاجه. وبسم الله الرحمن الرحيم. جاهزين يا جدعان؟ طب ينفع اكل؟ عايز اكل. تمام. ايه حطيته كام طبق؟ 2. طيب دي انهي اكله فيهم؟ ده كريب. ده كريب. كريب دبي. ماشي كده انا صح؟ ايوه. والنبي وروني بقي فين. حاول. دي معلقه من الشوكه. ايوه. ده ايه ده يا جدعان ده؟ بسم الله. يا ولاد القدرة، ايه ده؟ ده فجر. انا عندي احساس ان انا عارف هو ايه، بس انا مش عارف لسه ما شفتش التاني. بس هو جامد جدا، بس انا مش قادر. ده تقيل قوي يا جدعان. ده ايه دي قطع شوكه بقى، دي شوكه وقطعه واحده. كده صح؟ ايوه. ايه ده يا جدعان؟ الفرق بان قوي لما اكلت الاتنين بعد بعض. هو انا ممكن اتوقع انهي واحده، وانا اتوقع ان الاولى بلبن، لان طعم الشوكولاته بتاع الاولى احلى بكتير. طعم البيستاشيو احلى. هنا طعم الكنافه اللي كلتها في تاني واحده مش عارف، حاسه مختلف خالص عن الاولى، يعني في افتر تيست غريب. لان انا اكلت بتاعت حليب وقشطه، لو هي يعني كلتها قبل كده بس ما اعرفش. فانا دلوقتي اللي هكسبه في المقارنه بتاعت الكريب هو اول واحد. ويلا نروح للحاجه اللي بعدها. اللي بعده اعمل ايه؟ ابدا. يلا يبدا كده انا تمام ان شاء الله. حاسب بس عشان الدنيا هتخلص منك قوي. ماشي كده خلاص. خش على طول بقى. ايه ده؟ ايه الطعابة والحلاوة دي اقسم بالله؟ ايه الجمدان ده؟ ايه الجمدان ده يا جدعان؟ ده جايبين مانجا منين دي؟ استنى كده. دي حلوه قوي، المانجا طعمها حلو قوي والقشطوطه مش بتجزع. حاجه كده يعني غير مؤذيه، بس طعمها جامد جدا. اوبا، روقت عليا التحليه بتاعت الكنافه اللي من شويه، بس انا مش عايز افضل اكل دي لحد ما اخلصها. بس هي جامده جدا الصراحه ومش بتجزع، وممكن اكل منها 40 واحده تقريبا. بس خلينا اروح للتانيه بعدين هرجع لها تاني. يا جدعان المانجا دي جامده قوي، المانجا دي جامده قوي. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ دي وحشه يا جدعان، دي مززه، المانجا مززه قوي والقشطوطه معجنه تحسها، يعني عارف لما تكون القشطوطه بايشه. انا مش عارف، وحشه قوي، وحشه قوي ومززه. المانجا طعمها وحش، في فرق كبير جدا بين دي والتانيه. ما ده لو طلع بلبن يبقى يعني حرام عليهم والله بعد كل البروباجندا دي. خلينا ناخد واحده تانيه عشان ما نظلمهاش. يا جدعان انا واخد مانجا كويس. لا انت دي تعبيط يا اسطى. دي ما فيهاش مانجا دلوقتي.
بس يعني فيها عصاره. لا لا لا، مانجا وحشه؟ ولا اديله منديل في زعم. المانجا وحشه والكريمه اللي بتاعها تقيله قوي، طعمها غريب. انا مش عارف، المانجا مززه قوي كمان. فلا بالنسبه لي ده طبعا ده لا يقارن بالتاني. الاول 100%، الاول 100% طعمه رهيب، المانجا بتاعته سكسي جدا. ادونا بقى. كده جينا الكيكه الهبه بتاعت بلبن المشهوره بتاعت بلبن. ما اعرفش انهي واحد بلبن دلوقتي، بس المهم ان احنا هنبدا بالناحيه الشمال المره دي. فبسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي. دي تقريبا فيها بندق بس طعمه حلو، والكنافه حلوه يعني جامده فشخ. هي محليه قوي بس عاجبني قوي قطع البندق اللي فيها، وطعم الكنافه برضه هنا حلو شويه. فدلوقتي ايه، نروح بتاع اليمين كده، انا صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت غلطان قوي. يا جدعان دي احلى بكتير. انا بجد بقى يعني انا بجرب الحاجه بتبقى حلوه، بس لما باجي اقارنها مع التانيه بيبقى في فرق كبير قوي. طعم الشوكولاته هنا احلى بكتير، بس هو اللي يميز هنا عن هنا ان هنا في قطع بندق اكتر. بس ما اقدرش اقول اكتر من كده، هنا الشوكولاته احلى بكتير والكنافه احلى بكتير الصراحه. ف يا بنت اللعيبه يا جدعان، اللي على اليمين ده مؤذي جدا وقليل الادب جدا، يعني بجد فرق كبير. يعني انا ده لما دقته في الاول لوحده كان حلو قوي، بس بعد لما دقت ده لا، في فرق كبير قوي في طعم الشوكولاته وكل حاجه، ما عدا بس البندق زي ما قلت لكم هنا. ف انا المطعم اللي على اليمين ده لو ما طلعش بلبن يعني هحس باحباط شديد جدا، لان الطبيعي ان الحاجه الاصليه اللي تكسب التقليد، بس اذا ما طلعش هو هيبقى صدمه كبيره بالنسبه لي. ناخد معلقه من هنا تاني بس قبل ما نروح للمفاجآت في النهايه. بسم الله. انا جزعت خلاص يا جدعان. ودلوقتي يا جدعان هشيل الغمايه اللي على عيني عشان اعرف انهي واحد هو اللي كسب. فانتوا انا مش عارف هم حطوهم ازاي، بس هفتح عيني وهكتشف معاكم. بسم الله. يعني امي بلبن اللي كسب صح؟ انا قلت لو غير بلبن كان هيبقى حاجه يعني غريبه جدا. بس بصوا يا جدعان، بصوا اصلا فرق شكل الحاجه، ما عدا الصراحه القشطوطه الشكل بتاعت حليب وقشطه احلى. يعني القشطوطه هنا فيها مانجا كتير جدا، بس بجد المانجا ما عجبتنيش شكلها، والكيكه كانت بايشه. كريب دبي خلينا، او هنا كريب الدوحه اسمه في حليب وقشطه زي ما انتم شايفين. هنا ده شكله، وكريب دبي بصوا شكله، لا في فرق حتى في الشكل، حتى في التصميم بتاع البتاع نفسه في شكل، في فرق قصدي. وطبعا كيكه الهبه هنا جايه في جار بتاعت حليب وقشطه، وهنا الكبيره اللي هي بتاعت بلبن. فبكده يكون بلبن فاز معانا ب 3-0 زي ما انا كنت متوقع الصراحه. ما كنتش متوقع اكتر من، ولو كان حصل حاجه غير كده كنت هعتبرها مفاجاه كبيره جدا. ده مش اوحش حاجه، بس بلبن الصراحه يتفوق بشكل كبير جدا. وكده نكون خلصنا المقارنه، واستنونا في مقارنات جايه على المغمض. بس في حاجه محنكه عايز اقولها. شوكولاته حليب وقشطه وكنافه لا سوري، شوكولاته بلبن وكنافه حليب وقشطه. كنافه بلبن متحمصه زياده ومعموله في يعني متسابه اكتر. لا دي وباين فيها انها محروقه شويه، انما لا دي جامده جدا الصراحه. في كله في بتاع في دبي وفي الهبه. في الاثنين نفس الموضوع. الشوكولاته بتاعتهم فعلا هنا في زفاره، تحس كده حاسس بالزبده او الزيت بتاعت الشوكولاته. لكن الكنافه بتاعتهم لا مظبوطه. هنا انا حاسس ان الكنافه اتلسعت منهم كده سيكه، بس اتلسعت سيكه يعني. تمام. بس ده كان رايي متواضع جدا، ملوش اي 30 لازمه. السلام عليكم.